لعب شوية بقى، نتبع المذاكرة شوية عشان خاطر بابا وماما ميزعلوش مننا. احنا مقضينا لعب مع اصحابنا، مش مفكرين نذاكر خالص، ولازم نذاكر عشان نفرح بابا وماما. ماشي يا عمرو، انا هذاكر كويس واسمع الكلام وابقى شاطر، وابطل العب مع العيال في الشارع، ونبطل لعب بقى ونتبع مذاكرتنا، عشان خاطر بابا وماما تعبانين قوي معانا وبيشتغلوا هما الاتنين عشان يعرفوا يدخلولنا فلوس ونتعلم كويس وما يخلوناش محتاجين حاجة، ونبطل نتبع العيال في الشارع الرخمة دي اللي بتضحك علينا وبتخلينا نلعب مش بنتبع المذاكرة بتاعتنا. واكيد هما بيذاكروا وبيضحكوا علينا وبيتبعوا مامتهم وباباهم وبيضحكوا علينا احنا، يخلونا احنا وحشين هما اللي حلوين. احنا لازم نذاكر ونجيب مجموع حلو في المدرسة ونطلع من الأوائل في الفصل. طبعا يا حسين، احنا لازم نذاكر كويس طبعا عشان خاطر بابا وماما، واحنا ناس فقراء ومش معانا فلوس، ولازم نحقق لهم كل حلمهم وما نزعلهمش ونبقى احسن ناس. ماما نفسها ان انا اطلع دكتور، وبابا نفسه ان انا اطلع دكتور برضه، وبابا نفسه انت اللي تطلع محامي، وماما نفسها تطلع محامي. يبقى لازم نحقق لهم حلمهم وما نزعلهمش بقى، ونتعلم كويس ونبقى شاطرين وعيال شطار كده بتسمع الكلام، ولازم نحس بيهم بقى وبالمسؤولية اللي هم شايلينها، ومش عايزين يبينوا لنا ان هم تعبانين ومستحملين مسؤولية فوق طاقتهم، ومش عايزين يبينوا لنا ان هم تعبانين وبيحبونا قوي، عشان كده بيحبوا يجيبولنا كل اللي احنا عايزينه وميحبوش يزعلونا. فعلا عندك حق يا عمرو، احنا لازم نحقق لهم حلمهم وما نزعلهمش ابدا مننا، ولما يكبروا نبقى تحت رجليهم وما نزعلهمش ابدا في حياتنا. دي نعمة كان، دي نعمة من عند ربنا اداهالنا، الاب والام دي نعمة من عند ربنا. ياما ماما استحملت كتير عشان خاطرنا وسهرت كتير عشاننا، وسهرت الليالي وتستحمل كتير عشان خاطرنا، وتشتغل وتخدم في البيوت عشان خاطر ان احنا نبقى شاطرين كده ومتعلمين، عيال شطار ومحدش يبقى احسن مننا. هما لازم نفرحهم بقى، كتر خيرهم وكفاية عليهم كده، وما نتعلم نبقى شاطرين كده وخدنا الشهادة في الإعدادي وبقينا ناجحين. لازم ندور لنا على شغلانة نشتغلها ونساعد بابا وماما معاهم في المعايش، عشان هما تعبانين قوي كتر خيرهم. ربنا يديهم الصحة وطولة العمر لينا ويخليهم لينا، مش بيخلينا محتاجين حاجة، واحنا لازم نشيل عنهم شوية. فعلا عندك حق يا عم، بس شغلانة تقيلة نشتغلها بعد ما ناخد الأجازة. وانت عندك فكرة كويسة في دماغك ان احنا نشتغلها، ولا عارف شغلانة كويسة ونشتغلها يعني؟ لازم تعرفنا، نفكر من دلوقتي عشان نبقى عارفين نشتغل ايه ونعمل ايه. بص يا حسين، تعرف عم مصطفى جارنا اللي هنا اللي فاتح مطعم فول وطعمية؟ كان محتاج 2 يقفوا معاه عشان الراجل كبير وتعبان، عايز 2 يشتغلوا معاه، واحنا انسب 2 نشتغل معاه، ناخد الأجازة ونقف معاه، على الأقل نقدر نجيب مصاريف المدرسة ومصاريف أكلنا وشربنا، ونشيل المسؤولية شوية عن بابا وماما عشان كتر خيرهم يا عيني تعبانين. ماما مبيهونش عليها تجيب حاجة خالص ليها بتكون نفسها فيها، وبابا يا عين عليه طول اليوم يشتغل ومش عين عليه يجيب حاجة ليه، ولما يتعب مبيهونش عليه يروح يكشف عشان خاطرنا، ويقول لأ شوية وهخف وابقى كويس. يا ولاد، يا حسين، يا عمرو، انتوا فين يا ولاد؟ احنا هنا يا بابا في الأوضة بنذاكر، تعالى يا بابا اتفضل.
السلام عليكم يا ولاد، عاملين ايه واخباركم ايه؟ وحشتوني. انت يا بابا وعليكم السلام، وحشتنا. انت اخبارك ايه؟ الحمد لله على السلامة يا بابا. انت جيت امتى من الشغل يا بابا؟ انت وحشتنا اوي. لسه واصل حالا يا حبايبي من الشغل، اخش استريح شوية عقبال ما تخلصوا مذاكرة وبعد كده نقعد مع بعض. ماشي يا ولاد؟ عاملين ايه؟ المهم في الاخبار ايه؟ المذاكرة والمدرسة مش تمام وكل حاجة كويسة؟ انتوا محتاجين اي حاجة يا ولاد؟ محتاجين كراريس، كشاكيل، اقلام، اي حاجة قولولي يا ولاد. الحمد لله يا بابا، كل حاجة تمام، ربنا يخليك لينا يا بابا. احنا عايزين سلامتك يا بابا وصحتك يا بابا، ربنا يخليك لينا يا بابا، يديك الصحة طول العمر. روح يا بابا استريح انت شوية عقبال ما نخلص مذاكرة. شكلك تعبان النهاردة يا بابا يا حبيبي من الشغل. فعلا يا ولاد عندكم حق، النهاردة كان اليوم طويل قوي عليا في الشغل. يا ولاد انا داخل انام بقى، عايزين حاجة مني؟ يا بابا يا حبيبي ربنا يخليك يا بابا ويديك الصحة. روح يا بابا يا حبيبي استريح. طلع بابا أوي بيتعب أوي يا حسين في الشغل، وباين عليه التعب أوي بابا، أنا خايف عليه يعني يتعب أوي. يا حبيبي يا أخويا متخافش بقى، إن شاء الله يبقى كويس. بابا هينام شوية يستريح يبقى كويس. هو باين عليه اللي هو تعبان فعلا، بس هنعمل ايه؟ نعمل يد حيلة، احنا بناخد الأجازة إن شاء الله نشتغل ونشيل عنا شوية بابانا. لازم نذاكر ونشد حيلنا قبل ما هو يصحى.